هلو هلو، معاكم مريم نبيل. حياتنا عاملة زي البازل، بنحتاج نجمعها عشان نشوف الصورة أوضح. وانت بتعمل البازل في ناس بتحبطك، بس أول ما بتقرر ما تسمع لهمش وتكمل البازل الصورة بتوضح. ده اللي احنا النهاردة هنتكلم فيه مع حسن. ازيك يا حسن؟ عامل ايه؟ الحمد لله، اخبارك ايه يا مريم؟ الأخبار؟ الحمد الحمد لله لله. كله انت تمام. كويس؟ الحمد لله. قولي امتى استسهلت في حاجة وكانت بتأثر عليك بالسلب أو بالضرر يعني. يعني تقدر تقولي كده من وانا صغير انا كنت مم. بحب الاكل جدا جدا. دي كانت اكتر حاجه كانت مؤثره عليا على صحتي. لان اوكي. كنت تخين جدا. كنت شويه اخس شويه ارجع تاني اتخن، شويه اخس شويه ارجع تاني اتخن. لحد ما انا جيت في مره انا ما كنتش عارف، يعني تقدر تقولي كده اثرت على صحيا شويه. ما كنتش بعرف اتنفس. كان الموضوع اوكي. مأثر عليا كمان لما انا دخلت الجامعة ما كنتش عارف اعمل ابسط الحاجات اللي هي ان انا اتحرك كتير، البس اللي انا عايز البسه. كان الموضوع بيؤدي للتنمر معايا شوية من وانا صغير مم. برضو. كان كل واحد يقول لك انت تخين انت تخين انت مش عارف إيه. الكلام اللي هو يعني اوكي، في موقف ال... معين فاكره كان مضايقك؟ انا كنت وانا في ستة ابتدائي انا كان بيتقال لي جملة دايما كده، يا عجل. ايه ده فعلا؟ اه، ايوه، وبعدين انت الجملة كان دي ايه اكتر رد حاجة. فعلك؟ كنت بتضايق الاول. اتكلمت كتير، كنت دايما اروح البيت اقول لهم يا جماعه انا بيتقال لي كذا، اروح اشتكي المدرسين مفيش اي. إمم. فهم كانوا يقولوا لي خس، كنتش عارف اخس. كنت كنت حابب الأكل. صغير كنت حابب الاكل جدا. كنت حابب الاكل جدا، انا لحد دلوقتي بحب الاكل، بس تفكيري دلوقتي غير زمان. اتغيّر. يعني انا تفكيري دلوقتي، يعني تقدري تقولي كده انا بقالي سنه تحديدا قررت ان انا هلتزم. إمم. يعني هقدر اعمل الدايت، هتمرن هلتزم على التمرين والدايت، بس في نفس الوقت من ناحية تانية ان انا افضل يعني اكل واتبسط مرة في الاسبوع، مرة كل اسبوعين، بس في السناكس بتاعتي مثلا بحط حاجات انا بحبها، بس في نفس الوقت احافظ على جسمي. مش حارم نفسك بس بنظام. اه إمم. بنظام. مش الناس اللي تقول لك لا ما تاكلش عيش وما تاكلش كذا وما تاكلش كذا واقطع كل حاجة انت بتاكلها عشان ما تتخنش، وكل سلطة وكل بروتين وبس، ده حياتك كلها، انت كده إمم. هتكره الدايت. أوكي. هتكره كل حاجة. التمرين ممكن عادي اتمرن يومين ورايح يوم عادي جدا، مش شرط ان انت تتمرن 5 ايام في الاسبوع طالما انت ما عندكش الوقت اللي يسمح لده. أوكي. طب وأنت التأثير كان عامل عليك إزاي فكرة إنه كل شوية حد بيتنمر، أنت تعبان؟ اه، كان الموضوع ده بيخليني اوقات ما كنتش عايز اروح المدرسة. إمم. ما كنتش عايز اروح. لان بالنسبة لي انت عمال تتكلم وتقول لي انت تخين. طب انا اعمل ايه؟ المدرسين نفسهم اصلا ما كانوش بيساعدوك اصلا ان انت تحل الموضوع، بالعكس هما نفسهم كانوا ساعات بيتريقوا. هو فكرة التنمر زمان ما كانتش معروفة أوي اه يعني. لا، وما دخلت الجامعة بقى انا كنت بقى بسمع كومنتات بقى اللي هو لا انت ازاي كده، انت ازاي سايب نفسك كده، انت مش حاسس ان انت محتاج تخس، مش حاسس ان انت محتاج تعمل. هو في حد جه قال لك بس كده في وشك؟ عادي وأنت جدا قُلت له إيه كتير. أو عملت إيه؟ بصي وانا صغير غير وانا كبير، يعني وانا إمم. صغير انا كان الموضوع بالنسبه لي ممكن اروح اعيط، أوكي. اتضايق اكتئب، لكن وانا كبير بقيت عندي حته اللامبالاه شويه من كتر ما انا بقيت بسمعها. انا كده وبحب كده وحابب نفسي كده، عايز تتعامل معايا تعمل معايا، مش عايز تتعامل معايا ما تعملش معايا. بالضبط. اللي هو وصلت لمرحله اللي هو عندي سيلف كونفيدنس ان انا تخين، انا تخين، بس احاول بقى ان انا ايه، احاول البس، احاول اجيب هدوم تنفع عليا. كنت بلبس اوفر سايز كتير جدا. انا ما زلت بحب الاوفر سايز على فكره، بس انا أوكي. زمان كنت مجبر عليه. دلوقتي انا اللي بتحكم البس ايه وما البسش ايه. بس وإمتى قررت طيب تغيّر فكرة التخن أو التعب دوّة؟ اول مره رحت الجيم فيها بعد ما اتخرجت، كنت ساعتها بحاول الاقي بدله كويسه لحفله تخرجي اصلا، إمم. مش لاقي. يعني انا كنت، يعني انا من نوع جسمي اللي هو بيزيد فوق وتحت، إمم. فتحس ان انا محشور جوه البدله، مدفون جواها، مش عارف أنت اتحرك. كنت متضايق ساعتها إن أنت مش لاقي بدلة؟ ايوه بالظبط، كنتش عارف الاقي بدله. انا قعدت، انا رحت الواحد فصل لي بدله إمم. من كتر ما انا مش لاقي البدله مناسبه معايا. ساعتها كنت عايز حاجه تبقى شكلها حلو ومودرن، وفي نفس الوقت حفله تخرج بقى زي اي حد عايز عايز يتبسط. تتبسط. عايز يتبسط، عايز يفرح، عايز يعمل حاجات كتير، بس في نفس الوقت لحد اما انا رحت مع اصحابي في وسط البلد كده لمصنع يعني، ولقيت الناس هناك بتعمل بدل مناسبه للي انا عايزه. إمم. كان حلمي زمان اصلا ان انا اجرب البس البدله في حفله تخرج من بن سليمان. لقيت بن سليمان طبعا يعني عايزه حاجات فت وبتاع، فما كانش في خالص. كنت 110 كيلو. كنت 110 وبقيت كام؟ لا انا دلوقتي 90، بس أوكي. 90 فت، آه. يعني الدهون عندي مش مثلا دهون. واصله ل 10%. العضل زايد، فجسمي مظبوط عن زمان. يعني يعني انت، أنت موقف البدلة دوّة هو اللي خلّاك يعني كان مأثر فيها خلاص جامد، لان تغيّر؟ انت حاسه ان انت كل حاجه متحكمه فيكي، إمم. مش عارفه تاخدي خطوه للي انت نفسك فيه. انا ما بحبش حاجه تتحكم فيا.
يعني أنا مثلًا دلوقتي أنا دلوقتي كنت مش عارف ألبس البدلة، خدت قرار إن أنا بعد أمّا أخلّص خلاص، أنا حرفيًا في نفس الشهر كلمت واحد صاحبي وقُلت له أنا هانزل أتمرّن، كنت ساعتها بقى أنا كنت قاعد في أكتوبر، إمم. فرجعت تاني المنوفية، أوكي. كنت باجي من المنوفية أروح لأكتوبر، كنت باروح له كل يوم، أنا كده عندي جيش بقى، فقُلت إمم. أستغل الفترة اللي قبل الجيش، كنت باروح كل يوم من المنوفية لأكتوبر، من المنوفية لأكتوبر، كان حرفيًا كان بالنسبة لي أسعد لحظاتي، لإن أنا كنت حاسس بنتيجة. بعد 3 شهور وأنا رايح أقدّم في الجيش، أنا كنت ساعتها 89 كيلو، طب وأنت إزاي كنت بتعرف تكمّل بما إن هو كان مشوار طويل؟ لإن أنا كنت حاطط قدّامي حتّة كده إن هو أنا من زمان عندي حتّة كده اللي هو motivation شوية إن أنا عايز أوصل لحاجة هاوصل لها، عايز أتعلّم حاجة هاتعلّمها، عايز أحقق ده هاحققه، بس المرّة دي الموضوع عشان فيه history فخلّاني لأ، أنا لازم آخُد خطوة أنا هاخدها، أصل أنا داخل جيش بقى فخلاص بقى مش هيبقى ناقصة تنمُّر كمان بقى في الجيش أنت وفي الموضوع الجامعة. جات معاك بالعكس. أنا الموضوع أوكي. بييجي معايا بالعكس، الموضوع بييجي معايا إن أنا لازم أغيّر، ما إمم. ينفعش إن أنا أفضل زي ما أنا، ما هو ما فيش حد بيحب يفضل زي ما هو، وكمان عشان ما بس. تتعبش يعني. وكمان أنا عارف إن بعد أمّا اتخرّجت لازم أخس عشان أعرف ألبس، عشان الشغل، عشان حاجات كتير إمم. جدًا في الحياة، لإن برضه حتّة المظهر مطلوبة في أي حاجة دلوقتي، أوكي. أي حاجة صح. المظهر مطلوب، لو أنت مش مظهرك كويس مش هتعرف تلبس كويس، مش هتعرف تعمل حاجات كتير، فتحس إن أنت إيه، أنت مركون على الرف، أيوه. فاهماني؟ بس. فاهماك. طب مين كان بيشجّعك في الوقت دوّة إن أنت تعرف تكمّل الموضوع يعني أكيد كان صعب؟ والدتي ووالدي. إمم. يعني والدتي طبعًا من زمان بتحاول معايا بكل الطرق، لدرجة إنها جابت لي وأنا صغير مشّاية في البيت، والله أوكي. وعايز أقول لِك مشّاية بقى زمان ما كانش كهربا، مشّاية أيوه أنا زمان دي عارفاها. المشّاية دي أنا حرفيًا كانت بتقول لي: "أنت مش هتعمل كذا غير لمّا مثلًا تطلع عليها نُص ساعة." طبعًا تفكير زمان اللي هو أنت هتتعب شوية نُص ساعة على التريدميل هتحرق اللي أنت كلته طول اليوم، آه. فاهمة؟ فكنت حرفيًا كانت هي من زمان نِفْسها إن أنا أخس، في وقت لمّا أنا خلاص قررت. صاحبي قال لي: "هاقول لك على نظام أكل وهتتمرّن." وهي بدأت تشوف نتيجة، هي اللي إمم. بتعمل لي الوجبات، هي اللي بتقول لي انزل، حتى لو جيت في مرّة تحسّي كده عارفة لمّا أنتِ بتسافري تروحي ترجعي تحس إن أنت وتيجي، هلكان مش أكتر. فهلكان، أنتِ مشوار، فبتلاقي نَفْسك هي اللي تقول لك حسن كمّل أنت وصلت لحاجة كويسة، هي نَفْسها بيصعب عليها لمّا أنا جيت أعُك، ما لإن تضيّعش اللي أنت أنا جات عملته. فترة عليّا لأ أنا نِفْسي آكل، بيعملوا محشي وبيعملوا مكرونة بشاميل أيوه وبيعملوا عارفة حاجات كتيرة الإحساس أوي، ده. اللي هو أنت عايز تاكل بس مش عارف تاكل، فاهمة؟ أيوه. ففجأة كده تقول لها إيه، بُصّي يا عمر خلاص يعني أنا مش خسيت أنا قادر. كده كويس. فخلاص أنا عايز أخس، والدي طبعًا كان بيقعد يشجعني كتير جدًا، بس والدتي بصراحة هي كانت أكتر حد supportive ليّا، هي كانت على طول لحد دلوقتي، بتساعدك؟ لحد دلوقتي، أوكي. لحد دلوقتي أنا مثلًا عشان يعني مثلًا أنا باصحى الصبح هي حرفيًا لأ هي عارفة إن أنا باروح الشغل، باروح التمرين بعدها، فهي لأ هي بتقسّم لي الوجبات كمان وبالميزان، دي بالضبط يعني. هي ماشية دي واخدة بالميزان، هي بالها أوي. ماشية معايا بالميزان، يعني أنا باقول لها مثلًا عايز 50 جرام كذا، 100 جرام كذا، 200 جرام كذا، لأ هي بتعملهم لي بالميزان. أوكي. مهتمة. بالميزان، وكل حاجة في الlunch box بتاعها، أنا باروح الشغل في lunch box، أنا أوكي. بامشي بlunch box في أي حتة، وما باتكسفش، كنت أيوه. الأول بابقى مكسوف جدًا لو أنا طلّعت lunch box وسط قعدة وبتاكل. وباكل، دلوقتي لأ، أنا أيوه. صحتي أهم من أي ده حاجة، إحساس حقيقي. اللي عايز يتريق يتريق، أنا طالما أنا مبسوط اعمل اللي أنا باعمله، اوصل للي أنا وصلت له، يعني أنا كنت زمان أنا أصحابي لمّا كانوا قاعدين معايا في السكن كانوا بيتريقوا وبيهزروا بضحك وهزار يعني، بس كان الموضوع بيضايقني، بس ما كنتش باقول. بس أنا بيني وبين نفسي باقول ما أنا اللي أستاهل، ما أنا اللي وصّلت نفسي لكده، أنا كنت زمان شره، أنا كنت ممكن مثلًا كنت بابقى قاعد بالليل فجأة ممكن أروح أطلب 10 ساندوتشات كبدة سجق مثلًا وجنبها 2 لتر فانتا، ده زي فيلم إكس لارج م أوي يعني. لا والله بجد أنا كنت شره، أنتِ مش مستوعبة، أنا كنت باكل أكل يعني الناس الطبيعية مثلًا بتاكل ساندوتشين 3 بتشبع، أنا كنت باكل وقتها أكل كتير، كنت آكل وأنام. بما إن أنت بتحب الأكل دلوقتي ما بيجيش في دماغك إن أنت ممكن تعُك؟ لأ، لإن أنا إزاي عارف قدرت تثبت يعني؟ لإن أنا هاقول لِك، إن أنا باعمل الأكل اللي أنا عايزه بس بطريقة صحية شوية، الناس مثلًا بتقعد تاكل سمنة وزيت، لأ أنا جايب air fryer عندي باحط فيها البطاطس، إمم. هاكل بطاطس، هاكل فراخ مشوية هاحطها في الair fryer أو أعملها في الفرن، مش هاحط بقى الزيت وسمنة ما وأعُك بتعُكّش الدنيا، أوي. فاهمة؟ إمم. لأ أنا هاكلها بطريقة صحية، لإن الفكرة إن الشعب المصري ده كله ليه بيتخن من الآخر؟ إمم. عشان كل أكلِك في البيت سمنة وزيت، سمنة وزيت وسُكّر، آه. أنا لا باخد حاجة فيها سُكّر، قاطع الملح بس باخد ملح نوع تاني اسمه ملح الهيمالايا. إمم. بنيجي جرامات معيّنة، الملح الأبيض ده والسكر الأبيض عمومًا دي سموم، أنا ما بادخلهاش جسمي، الحاجات دي بتضرني، فين وفين لمّا حتّة كده، إمم. اللي هو جسمك بس كده يشمّها، نِفْسك يعني. يكسر، إمم.
الحلويات مثلا بنسب، عندي حاجه اسمها يوم فري عادي، باكل اللي انا عايزه في اليوم دوت في وجبه واحده على قد ما اقدر. أنت بتعُك برضه وجبه بس الفري يعني. وجبه الفري دي مثلا كل اسبوعين مره. إمم. انا جه عليا فتره قعدت 3 شهور من غير وجبه فري حرفيا، أوكي. لان كان ساعتها انا كنت بقى ساعتها دهوني واصله مثلا نسبه 36%. ده في فانت الأول؟ لا ده لما رجعت انتظم، انا هقول لك انا بلعب ازاي. مثلا كنت اخس شويه افرح، إمم. ما دي بقى اللي انا عايز اقوله أيوه بقى. التركات. بتخس شويه بتفرح فترجع اتخن من الاول، تخس شويه وتفرح. يعني انا كنت زي ما يكون عامل نظام صيف وشتاء، كنت 6 شهور بخس 6 شهور بتخن. أوكي. فاهمه؟ فلحد ما جيت لحد بالظبط شهر 5 اللي فات إمم. قررت ان انا خلاص بقى هرجع واتمرن وهنزل مع برايفت كوتش، ولازم التزم بكل الاشكال. نزلت ساعتها، بعد ما نزلت انا الحمد لله دلوقتي مبسوط جدا ان انا وصلت له. وكمّلت بقى من ساعتها. كملت خلاص، لا انا خلاص باكل، مبسوط باللي انا بعمله، مبسوط بكل حاجه حرفيا وصلت لها لحد دلوقتي. انا كنت حرفيا بصحى الصبح العب فاست الكارديو على بطن فاضيه الصبح الساعه 6 قبل إمم. الشغل، اخلص شغل اجي التمرين. في حته هنا بقى، اللي عايز يعمل حاجه زي كده بتاثر على حياته الاجتماعيه شويه. إمم. يعني انت مثلا مش هتعرف تخرج، مش هتعرف تعيش زي الناس العاديه في مش الاول. هتعرف تعمل كل حاجة معاهم كمان. ليه بقى؟ لان الناس مثلا عايزه تخرج. انا بعد الشغل عندي تمرين، انا بالنسبه لي التمرين ده بقى حاجه روتينيه أساسية. اساسيه في يومي. عكس الناس التانية بتاخد التمرين ده انا رايح اتمرن اتصور قصاد المرايه وشكرا كده. لا انا بالنسبه لي شغل تمرين ده يوم، بعد كده اي حاجه تانية. لو انا ما عملتش كده تحس انت جواك بتأنيب ضمير بقى، تحس ان انت لا كان ممكن تلعب النهارده، كان يأثر عليك في حاجه تانية، كنت هتخس شويه، كنت إمم. هتزيد عضل شويه، كان هيفرق في شكل جسمك، كنت هتلاقي نفسك وصلت لمستوى احسن. تأنيب ضميرك ده هو اللي بيخليك تكمل على فكرة. أيوه، أيوه صح، دي تاني حقيقة. حاجة الناس بتستسهل وبتتحمس في الأول. إمم. يعني أنا خلاص هبدأ دايت، هروح أشترك في الجيم سنة، هروح يومين 3 4 شهر شهرين وفجأة خلاص كده الاشتراك كله راح عليك. طب ليه؟ الحياة تستاهل. الناس كلها عندها كل الأيام فري ما عدا يوم واحد هو هو اللي بيبقى في حماسة بس في الأول. لا حاليا مؤقتا اغلب الناس بتعمل لك ازاي، الناس الاسبوع كله فري ما عدا يوم الجمعه هو اللي بيصوم فيه، هو اللي إمم. بيعمل فيه الدايت بتاعه. طب يا حبيبي انت بتعمل ايه يعني؟ هو فاهمه؟ إمم. واصل معاهم بالعكس. لا يا عم انا عملت النهارده خلاص، انا النهارده عملت دايت بقى وكلت مش عارف ايه وكلت ايه وكلت ايه ورحت واكل كيكه. طب فين اللي انت اكلته؟ بيضيّع اللي هو عمله. فاهمه؟ اللي صح. يقول لك ايه انا ما اكلتش طول اليوم. طب انت ما اكلتش طول اليوم ليه؟ ما ده غلط برضه. ما هو انت لأ جسمك هو بيبوّظ المفروض الموضوع وهو المفروض مش انت مدرك. بتقسم وجباتك على طول اليوم عشان جسمك يفضل شغال يحرق. إمم. فانت ايه اللي انت بتعمله ده؟ ولا اي حاجه، انت بالعكس انت بتجوع جسمك. فجاه تيجي تاكل اي وجبه ايا كانت ايه، هتلاقي نفسك جسمك بيخزن، لان هو انت مجوعاه طول اليوم. بلس الناس ما بتشربش ميه، انا بشرب من 6 ل 7 لتر ميه وممكن توصل ل 8 لتر ميه عادي في اليوم. ما شاء الله. فلازم اعمل كده، لازم اعمل كده ليه؟ بتبقى انت هيدريتد على طول اول باول، بيفرق اولا في بشرتك، بيفرق في وشك، بيفرق في كل حاجه. إمم. بلس ان انت بطنك وجسمك واعضائك كلها بتتغسل من جوه، إمم. تحس ان انت لا فريش، بيساعد على عملية الهضم كمان. والله حاجة فالحاجات حلوة. دي كلها بتفرق. طب أنا عايزة أسألك على حاجة، الناس إمم، بقى اللي كانت بتتريق عليك وأنت كبير، إمم. بقى إيه رد فعلهم لمّا خسيت أو عملت اللي أنت كلّهم عايزه بقى؟ عايز عايزة أعرف رد اتصدموا. الفعل. أنا عملت إيه أصلًا؟ إمم. أنا اختفيت فترة. أوكي. الفترة دي أنا اختفيت فيها كان كلّه طبعًا يعني عايز أقول لِك أنا كنت بالنسبة لهم في أول مرّة خسيت فيها يعني، إمم. كنت أنا 110 كيلو، فهُم شافوني بحاجة. جيت بعد بالضبط 4 شهور إمم. قبل الجيش بحاجة بسيطة، أنا عايز أقول لِك نزّلت صورة مع واحد نفْس صاحبي ده، يعني ما صحابك ما كانوش بيشوفوك في كانش الفترة حد اللي أنت بيشوفني. كنت ما أنا باقول لِك بتتغيّر بقى فيها؟ أنتِ عايزة تركّزي، ما هو بُصّي إمم. أنتِ حاطة دلوقتي goal قصادِك، عايزة توصلي للgoal ده إمم. هتعملي إيه؟ هتركّزي فيه. صح. أصل صاحب بالين كداب وصاحب 3 منافق. أنتِ دلوقتي عايزة تخسّي دلوقتي، فأنتِ هتضطري تضحّي بالخروجات إمم. وتضحّي بالأكلات الحلوة بس أنا دلوقتي عادي أنا ممكن أخلّص gym وأخرج، بس خلاص ما بقاش بقى ممكن أبقى قاعد وسط الناس اتعودت، عرفت كلّها. تأقلم نفسك. عرفت أأقلم نفسي، بقيت باقول للناس أنا يومي كذا، حابب تأقلم إمم. خروجتك مع وقتي ما عنديش مشكلة، لكن لو أنت عايزني أضيّع وقت أنا عشان حضرتك لأ، أنا مش هاعمل كده. طب قُل لي إيه رد فعلهم؟ رد فعلهم كلّهم بيقولوا لي: "إزاي؟ أنت عملت كده إزاي؟" ما عرفونيش أصلًا مبدئيًا، ما عرفونيش. طبعًا شكلك وأنت تخين 110 كيلو خدود بقى ومش عارف إيه والكلام ده في كلّه، فرق غير أكيد. بقى لمّا جسمك بقى ووشّك بيترسم أكتر والكلام ده كلّه، ما حدش عارفني، إمم. لدرجة إن لمّا رُحت الجامعة مع صاحبي ما حدش عرفني، خالص؟ ما حدش عرفني والله.
طب لمّا عرفوا إن أنت قالوا لك إيه، يعني هم إيه بقى رَد الفعل كلّهم بقى أنت العكس؟ عملتها إزاي؟ لأ واللي يروح عامل لي كده، أنت عملت كده إزاي؟ عارفة أنتِ بقى أنت وصلت لكده إزاي؟ أنت عملت إيه؟ فقال لهم يا جماعة صاحبي بقى قال لهم: "يا جماعة ده كان بيقعد 4 شهور رايح جاي من المنوفية لأكتوبر بس عشان أمرّنه." عشان يقعد معايا يتمرّن بس، ما بيعملش أي حاجة غير كده. كنت ساعتها داخل جيش، فكنت عايز أستغل الفترة اللي قبل الجيش في إن أنا هاحقق حاجة، أحس إن أنا حققت حاجة قبل الجيش، فاهمة؟ إمم. بحيث إن أنت لو دخلت الجيش وجيت تخرج منه، فأنت كده أصلًا الجيش هيبقى فيه همدان، ومحتاجة لياقة، ومحتاجة مش عارف إيه، فأنت مش عايز كمان حد يتنمر عليك جوّه، واصلة لِك؟ أنت يعني كنت تعبت من موضوع التنمر أنا ده. زهقت، بس أنا دلوقتي والله كلّه بيقول لي: "أنا عايز أعمل زيك." طب أنا هاقول لِك على حاجة، أنا بعض من أصحابي اللي كانوا رفيعين جدًا أيام الجامعة، دلوقتي إمم. هم تخان جدًا، وبيقولوا الموضوع لي اتعكس؟ بيقولوا لي دلوقتي باقول له: "شد حيلك وانزل الgym واتمرن، ما الموضوع إمم. سهل، وبعدين أنت أصلًا كنت جسمك كذا فهتلاقي إن." أنا باحمسهم أنا ما باتنمرش، إمم. لإن أنا مجرب التنمر، أنت جرّبته فأنا خلاص مش ما فيهوش هاتنمر. تعب. أنا ما باحبش التنمر، أنا ممكن أهزر، أضحك، بتاع، لكن أنا أتنمر عليك كلمة تضايقك دي لأ. أنا إمم. ممكن أهزر معاك في أي حاجة وكده، لكن ما أجرحش كبريائك، ما أجرحش كرامتك، ما أجرحش عزة نفسك، ما أجرحكش في أي حاجة من الحاجات دي، أيوه. لأن أنت من جواك هتزعل، صح، فاهماني؟ ما هو اللي ما جرّبش بس الموضوع مش هيحس بيه، بس أنت عشان جرّبته فأنت ما بتعملش نفس الكلمة رَد الفعل ده. سلاح ذو حدين، يعني دايمًا والدتي تقول لي الكلمة سلاح ذو حدين، يا إما تخش الكلمة دي زي السكينة تخش قلبك تموتك، يا إما هتخش جواك تفرحك، صح، بس. دي حقيقة. إيه الحاجة اللي اتغيّرت فيك أنت كحسن قبل وبعد ما نفّذت القرار اللي أنت خدته؟ قبل أمّا أخس أنا كنت مستسلم لشهواتي بشكل عام في الأكل. إمم. يعني شهوة الأكل دي صعبة شوية، آه. تمام، بعد ما وفيّا أنا كمان. يعني صعبة، أصل بُصّي هاقول لِك على حاجة، أنا وقتها ما كنتش كنت سايب نَفْسي كده، إمم. اللي هو أنا جعان ممكن أنزل الساعة 01:00 حرفيًا أجيب أي حاجة آكلها، آكل وأنام، الحاجات دي كلّها غلط، أصل الأكل حرفيًا. مُغري أوي يعني. هو الأكل مُغري، عارفة أنتِ اللي هو إيه، ده في مطعم فُلاني فتح فعامل وجبات وعامل عروض، يالّا هات البوكس الفُلاني، أنا أوكي. وصل معايا لمرحلة أنا كنت باطلب وجبة كنتاكي 9 قطع. فكنت مفتري، لأ كنت مفتري، فأنتِ لَكِ أن تتخيلي أنا كنت مفتري إزاي، أنا باحاول أوصّل لِك أنا فاهمة. المع إمم. أنا كنت واصل أنا كان أصحابي بيستغربوني، إمم. لمّا كنت مثلًا رايحين ناكل في كنتاكي أو ناكل في أي حتة، هُم بيطلبوا قطعتين 3 أنا باطلب 9 ولازم جنبها بطاطس بقى فاهماني، ولازم بقى حاجات. بيبسي ولازم مش عارف إيه، والبيبسي دي بالنسبة لي الكنزاية دي ما تشبعنيش، إمم. أنا لازم أشرب جنبها لتر، 2 لتر. أوكي. أنا كنت كتير أوي. كنت باقول لِك واصل لمرحلة إن أنا جسمي ده كان كلّه طب قُل دهون. لي أنت إيه اللي اتغيّر؟ اللي اتغيّر بعد كده اكتسبت حتة الالتزام. إمم. إن أنا أسيطر على شهواتي شوية في الأكل، وأسيطر على حاجات كتير بقى، هو بقى الموضوع بقى ما بقاش معايا بس أكل، الموضوع معايا التزام في حاجات تانية، في مستقبلي أكتر، يعني أنا دلوقتي علّمني إن أنا لو أنا هابدأ حاجة هادّيها كل ما عندي، إمم. كل ما عندي حرفيًا، بقيت بافوكس بشكل مش طبيعي عشان أوصل لأعلى level في الحتة دي، أوصل أبقى عارفة أنتِ يقول لِك أنا وصلت للpeak في الحتة دي، آه. أنا بقى كنت بابقى عايز أوصل للpeak بقى في الحتة إمم. بتاعتي، فيعني حتى أنا أصلًا خلّي بالِك برضه قبل الجيش أنا كنت في career وبعد الجيش دخلت career تاني خالص، أوكي. يعني كنت في مجال الميديا والتصوير والمونتاج والحاجات دي، بعد الجيش خدت مجال الHR بقيت أوكي. بإيدي وأسناني باعافر عشان أخش المجال وأذاكر الموضوع وأوصل، أثّر فيك إن أنت بقى على بس. حياتك كلّها يعني. بالضبط، وأثّر عليَّ في أي حاجة، في قراراتي، في تفكيري، إمم. هو هيأثّر عليك عمومًا، لإن أنتِ خدتِ قرار كبير، إن أنتِ غيّرتِ من نَفْسِك، وغيّرتِ من شكلك، واللي يقدر يغيّر من نَفْسه ويغيّر من شكله يقدر يعمل أي حاجة، صح. لإن هو بالنسبة لك الموضوع في الأول هيبقى صعب شوية، هتحس بروتين، إمم. الروتين ده هتفضل مستمر عليه فترة، هتحس بعد كده بالنتيجة، لإن في حاجات ما بتكتسبهاش وتوصل لها غير بالوقت، مهما صح. عملت. لإن في ناس فاكرة اللي هو الحل السحري خُد الحباية هتخسّسك 10 كيلو مش عارف الكلام ده غلط، مش الكلام ده، على فكرة أنا جرّبت الكلام ده في الأول، إمم. زمان، جرّبت آخُد حاجات اللي هي حوارق دهون ما وحوارق مش كانتش. عارف إيه، ما فيش الكلام ده، إمم. هو في الأول هي مُضرّة. أكتر وَهْم كمان الناس يعني بتفتكر إنها خَسِت، في بداية خسسانك أنت بتنزل مَيّة إمم. في أول أسبوع، فتلاقي مثلًا أنت رايح عند دكتور التغذية يقول لك بُص أنا نزّلتك 6 كيلو أهو. ما دول حضرتك مَيّة، أنت نزّلتني فعلًا، بس نزّلتني مَيّة، أيوه. لكن أنا عايز أنزل دهون، فالناس بتبدأ تقول لك بس أنا خلاص أنا خسّيت، فتبدأ ترجع تاكل، فتزيد أكتر من الأول، تستغرب أنا إزاي بين يوم وليلة وزني على الميزان زاد، عشان إمم. هو أصلًا مش واخد الموضوع lifestyle، هو واخده بس أنا هانزل 2 كيلو، 3 كيلو وبعد كده خلاص، لأ اللعبة دي أو عمومًا الصحة والرياضة والجسم السليم والكلام ده كلّه بيبقى عايز استمرارية إمم. ونظام، هتستمر هتوصل.
مش هتستمر، مش هتوصل. ولو هو بمناسبة كلامك لو حد عايز يعمل قرار صعب زي اللي أنت عملته، هو قرار صعب إمم. وخد وقت ومجهود، ممكن يعمل ده إزاي؟ بُص، هو يقعد مع نفسه. أنا قعدت مع نفسي وقتها، إمم، قُلت عشان أعمل حاجة زي كده، إيه الحاجات اللي عمّال يعني عاملة زي distortion كده حواليّا؟ الخروجات الكتير، إمم، المغريات بتاعة الأكل. طيب يا حسن، أنت دلوقتي بتحب الأكل وبتخرج وبتروح وتيجي، هتعمل إيه؟ اقطع كل ده دلوقتي، حقق الهدف بتاعك، وبعد كده اعمل اللي أنت عايزه بقى، لإن أنت خلاص يعني لو كنت الأول بتاكل كل يوم الحاجات اللي أنت نِفْسك فيها، هتاكلها مرّة في الأسبوع. إمم. بعد أمّا تخس، بعد أمّا توصل للي أنت عايزه، هتبدأ تاكل اللي أنت عايزه، بس أنت شكلك ونفسيًا مرتاح. يعني أنت ابتديت تشوف الصورة بعدين فيها إيه عشان تقدر تعمل اللي أنت بالضبط. عايزه. plus إن أنتِ غصبٍ عنِّك طول ما أنتِ اللي حواليكِ وفي حاجة، أنتِ ممكن في الأول وأنتِ بتخسّي يقول لك إيه، يا عم ما جاتش على الحتّة دي، يا عم ما جاتش على كوباية العصير دي، يا عم ما جاتش على كذا. لأ، لأ، أنا حرفيًا والله العظيم أنا لحد دلوقتي لو أنا ماشي على plan دلوقتي، تمام، لو حد قال لي خُد حاجة غير اللي أنا باخدها، ما باخدهاش. أنت خلاص بقيت خلاص، مسستم نفسك. لأ أنا خلاص، أصل لو حاجة قد كده هتفرق معايا في الresult بتاعتي، إمم، فما ينفعش. والناس بقى بتستسهل، يا عم ما جاتش على عارفة أنتِ إيه، معلقة الرز مش جات على صباع المحشي، ما جاتش على حتة اللحمة ديّة، ما جاتش على حتة كذا، وفي الآخر هتلاقيه فجأة مش عايز يخس. تفاحية، بُصّي بقى هو بياكل مثلًا يقول لك أنا باكل تفاح، طب ما حضرتك التفاح دوّة برضه فيه calories، أنت بتاكل إيه كيلو تفاح وتقول لك أنا عامل diet؟ أنت كنت شايف إيه اللي ما ينفعش يتعمل وقررت إن أنت تعمل دوّة، وشُفت قدّام إن أنت عادي مش هتبقى حارم نفسك بالضبط، بس فأدركت لمّا أحقق الموضوع. المعادلة الصعبة الأول، أنزّل الfats اللي في جسمي بس أنت وأخس بطريقة برضه صح. بعدت عن الحاجات هتخلّيك ممكن هاقول لِك تعمل حاجة، ده، يعني بعدت عن الخروجات فابتديت. هاقول لِك على حاجة بخصوص الحوار ده برضه، فرق معايا في تفكيري لمّا بدأت المجال الجديد وأنا بافكّر إن أخلّص مذاكرتي، وإن أنا أخلّص كورساتي وأخلّص دبلوماتي وأخلّص الكلام ده كلّه، لإن أنت هي نفس الفكرة، إن أنت عشان تحقق ده هتضطر برضه تنعزل شوية، مش هتخرج زي الأول، مش هتعمل، مش هتضيّع وقتك، هتقسّم وقتك. هي الموضوع بس مش موضوع إن أنت خسّيت، هو mentality، الmentality بتاعتك اختلفت تمامًا، تمامًا. أنت بتبُص لنَفْسك في صورة تانية خالص، حاطط نَفْسك أولًا، ثم ثانيًا، ثم ثالثًا، ثم رابعًا أي حاجة تانية، مش حاطط بقى إن أنا أخرج، معلش يا صاحبي هيزعل، إمم، معلش، معلش يعني ما جاتش على دي، لأ عادي جدًا، أنا ممكن أبقى عند واحد صاحبي والدتي تدّيني أكل، أقول له والله أنا آسف أنا مش هاقدر آكل الأكل ده، أنت خلاص عشان مقرر القرار خلاص. فالدنيا ولازم بقى يبقى واضحة. مصمم، مش مجرد بس إن هو بيقول لأ وبعد كده يضعف، فاهماني؟ إمم، هي عايزة إرادة، هي والإرادة دي عايزة مش هتيجي غير لمّا تكون أنت فعلًا مقتنع باللي أنت بتعمله، ولو أنت مش مقتنع ومش مؤمن بيه عمرك ما هتعمل أي حاجة في حياتك، في صح يا حسن. حياتك مش مجرد بس تخسيس، لا عمرك هتحقق حاجة في شغلك، ولا حاجة في حياتك الاجتماعية، ولا حاجة في صحتك، ولا أي حاجة. وبعدين أنا دايمًا كنت باخاف من حتة إن أنا أبقى واحد عندي 30 سنة مثلًا وعامل زي العجوز. إمم، ليه؟ أنا باشوف الشباب دلوقتي يعني بتدمّر صحتها، إمم، بتدمّر صحتها في كل حاجة بقى. لو جيتِ تكشفي على أغلب الشباب دلوقتي هتلاقي عندهم بلاوي، بسبب بقى أي حاجة بيعملوها في إمم، حياتهم بقى. أنا الحمد لله من زمان جدًا مقتنع إن أنا ما اشربش سجاير، عشان حتّة صحتي دي، إمم، باخاف على صحتي، اللي بيخاف على صحته هيعمل أي حاجة عشان صحته، لإن أنا عندي ناس شُفتها حرفيًا راقدة في السرير، شباب صغيّرة وعندهم 30 سنة و29 سنة بسبب إن هم مهملين في صحتهم، ما بياكلوش، ما بيلعبوش رياضة، ما بيعُكّوا من الآخر، بيشربوا حاجات كتير جدًا، 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 جدًا غير السجاير، فكل دلوقتي التفكير الشباب بقى في الحتّة دي، فأنت لازم تنتش نَفْسك من القاع ده عشان تلحق نَفْسك، هو زي ما أنت بس. قُلت هي فكرة إرادة. بالضبط، هي الإرادة، إمم، على فكرة من غير الإرادة مش هتعرف تعمل أي حاجة، هو بس. دي حقيقة. شكرًا يا حسن، أنا أنا بجد مبسوطة إن أنت وأنا جيت. والله مبسوط والله يا إيمن. ميرسي ومبسوطة عفو. بالتجربة إن أنت جرّبتها وحكيتها للناس عشان تقدر تعرف أتمنى الناس يعني تفرق معاهم الموضوع، لإن هو فرق معايا بصراحة، شك بصراحة فرق معايا في كل حاجة، إمم، بس. كويس. شكرًا يا حسن، العفو، ميرسي، العفو يا مريم، شكرًا. العفو، العفو. الصح دايمًا صعب، عشان تكون idle ركّز في الpuzzle بتاعتك وجمّعها.